زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. دي طارة لانوس، احد الناس الطيبين جاب لنا الطارة دي، فقال احنا معانا المالتي وعايزين نركب المالتي. طبعا المالتي ده انا عدت الفيديو ده تاني مرة في طارة لانوس عشان اعرفك ان المالتي يركب على اي طارة من الموديلات القديمة او الجديدة حسب ما انت عايز. المالتي ده بيكون بلوتوث، ليه جهاز بيركب في الشاشة، ولازم تكون الشاشة بتاعت حضرتك اندرويد. كمان بالاضافة الى كانت ناس سألتني على سعر المالتي، وهو سعره تقريبا حوالي 700 جنيه. تمام، وده مش عندي، حد من اسماعيليه. هجيب لكم اللينك ورقم التليفون وانزل لكم في فيديو، او اديكم اللينك ورقم التليفون تجيبوه، وهو ثمنه 700 جنيه. تمام، عشان الناس لما تيجي، هو ثمنه تقريبا 600 700، مش فاكر الحد قال لي كام. بس خليني اقول لكم، انا ماليش دعوه بالمصالح، مع العلم ان ممكن اقول لحد 1000 جنيه وتعالى ركبوا لك. انا ماليش في الكلام ده، انا بساعد الناس واحنا كلنا بنساعد بعض. دي كانت طاره بتاعت استاذه طيبه كده. الاستاذه دي جت علشان هي عايزه تركب المالتي، وبعدين بتقول لك انا ما بحبش اي ديفوهات. انا جايه لك علشان انت ما بتعملش ديفوهات، او بتعمل الحاجه باتقان وبتطلعها على فينش عالي جدا واعلى جوده. احنا حاطين البونتا، مع ان البونتا نفس المقاس، بس بيكون في فينش بطريقه معينه وبنظافه. وخلينا نشوف لاخر الفيديو احنا هناخد المالتي ازاي. طبعا مهم جدا موضوع قياس المالتي، ان انت ما تعملش المالتي في اي حته، المالتي ليه مكان معين. عشان كانت هي الاستاذه جابت لي يعني فيديو او صوره، يعني ان حد عامل المالتي ده مركبه في الطاره حافر زي ما انا بعمل كده، بس مدخل البتاع ده، المالتي ده قدام شويه، عشان هو مش هيملى حاجه ولا يعمل الكلام اللي انا هعمله اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. فهو حافر وخلاص وحط المالتي واي كلام، حتى حطه من غير الكاوتشه بتاعته، يعني لحمه ما ينفعش يتفك ويتركب تاني، بحيث ان انت لو عايز تركب الحجر. طبعا انا بضيف ده لكل اخواتي للصناعيه والصحابات السيارات، ده في كل مكان. لازم الحاجه لما تيجي تركب باتقان وتكون مظبوطه في مكانها، علشان لما نيجي نركب الحجر نفك ونركب وكله يبقى على وضعه، وزي ما انتوا شايفين ان احنا شغالين باتقان وشغل صح ومظبوط. ولازم تاخد تيست على الجلده نفسها اللي بيقعد فيها القعده المالتي، وبعد كده بتركب المالتي وتاخد تيست، وما تلحمش الا لو المالتي راكب، عشان يلحم على نفس المستوى الدوران مظبوط. الا لو في ناس تقول لك شيل المالتي طيب والحم عشان انت طربته وعشان انت مش عارف ايه. لا، انا بفنش في الاخر كويس، بس المالتي لازم وهو جاي يركب لازم يتلحم كويس، ويتلحم وهو المالتي راكب، علشان دي جلد مش فبر، القعده دي جلد مش فبر، فلو شلت المالتي مش هتبقى مظبوطه. فالنهارده انا عايز اقول ان ده احنا مركبينه على لانوس، ركبناه قبل كده على نيسان، وبيركب على اي عربيه واي طاره، عشان ما حدش يسالني السؤال ده، اي عربيه واي طاره بس تكون الشاشه بتاعتك اندرويد. وده اللي بيتباع فين؟ احنا جبنا لكم بقى الراجل، في راجل في اسماعيليه بيبيعه بلينك كده معين، وطبعا هو راجل طيب محترم برضه، زي ما الاستاذه قالت عليه ان هو راجل طيب وكبير كده، هو مش صغير. وكمان بيبيع المالتي من 600 ل 700 حاجه زي كده، وبيتشحن لك بسهوله جدا. وهي بعد ما جابته فانا استعلمت منها انت جايبه المالتي منين. قالت لي انا لما شفت الفيديو كنت بدور على المالتي ده، وبعدين سالت عليه دورت، راح اتوجد قدامي الراجل ده باللينك بتاعه. هيجي اللينك، انا ما لحقتش اجيبه منها، بس هي قالت لي بكره ولا حاجه تبعته لي. هيجي اللينك ان شاء الله اعمل لكم بيه فيديو مع سيكونس صغير، واخليكم تشوفوا رقم الراجل وتتواصلوا معاه منكم ليه من غير اي حاجه خالص. انا بساعد وكل الناس اخواتي وعلى راسي، تحياتي للجميع وبشكر كل الناس. والنهارده احنا لما بنيجي نعمل حاجه جديده، اي حاجه بتواصل ليها جديده، بعرضها لكل اخواتي واصحابي وحبايبي. وطبعا يا رب يكرم الجميع، وانا بحب كل الناس واحب اشوف الناس كلها مبسوطه وفي سعاده. وتقريبا المالتي ده يعني بيفك زنقه كبيره جدا، او حاجه كويسه، يعني انه تعلي وتوطي من هنا. لو عربيتك مش بي ام، او عربيتك عربيه اخرى ما فيهاش مالتي اوريجينال اصلا، ينفع تركب لها المالتي ده زي ما انتوا شايفين كده. احنا ان احنا نركب اللزق، نلزق بالطريقه المعينه، او نزود موضوع بقى الحتت اللي فيها الفراغات الاوريجينال اللي هي بعد كده عشان تبقى كأنها اوريجينال. تعالوا نشوف مع بعض احنا عملنا ايه ووصلنا لايه. خلينا نمشي بالراحه ونشوف احنا ازاي هنعمل الحاجه كأنها جراحه، اللي هي الطريقه ان انت تشتغل بشكل محترم ومحترف. تعالوا نشوف في شكل الطاره هتكون شكلها ايه في اللانوس.
تمام. وهل اللانوس دي هيرفع من رونق وشكل الطاره؟ طبعا. طبعا انا ما جبتلكمش الطاره وانا برشها، ولا جبت لكم الطاره وانا بعمل حبايه، ولا اي حاجه خالص، ولا بفنشها، لان عامل فيديو قبل كده. وان شاء الله احنا للاحسن والاقوى دايما. وخلينا اقول لكم ان اللي جاي احسن واقوى، وكل يوم هيبقى عندنا جديد وعندنا افكار جديده عارضها عليكم، وهتوصلوا للمرحله الجيده من الافكار والاختراعات بناء على التعليم. واحنا قناتنا قد تكون قناه تعليميه اكتر ما تكون هي قناه ان انت تيجي تعمل عندنا الحاجه او كده. يعني احنا بنحاول نوصل المعلومه لكل الناس اللي حوالينا، بحيث ان انت لما تيجي تعمل حاجه تركبها بالشكل المحترم والجميل. خليك معايا لاخر الفيديو هتشوف احنا بنعمل ايه. وخلي بالكو ان احنا بناخدش هنا مقاسات، احنا بنشتغل على اللاين، ودي مهمه جدا عشان نعرفكم ان في حاجه اسمها النظره الفنيه. والنظره الفنيه دي ترجع للي بيشتغل. اللي بيشتغل ما ينفعش يبقى بس صنايعي، لازم يبقى دكتور. تحياتي طبعا لكل الناس، وكل الناس احسن مني، وكل الناس زي الفل. اتمنى للناس السعاده، واتمنى الناس الوصول للحاجه الاقوى والاحسن بناء على اللي احنا بنعمله ان شاء الله. اما بالنسبه للناس اللي بتتكلم بقى عن رغاي وبيتكلم كتير زي ما قلنا، اللي مش عاجبه كلامنا يجري او يكتم الصوت او يشوف اول الفيديو واخر الفيديو. والترتيب هنا زي ما انتوا هتشوفوا كده، ده لافف سنه طبعا علشان الطاره بتكون لفه سنه كده، فليه عدله معينه. وزي ما انتوا شايفين هنا احنا بنلمع، بس بنوريك جزء كده بعد ما ركب والشكل والفينش. هنا بيوريك ان هو بحجر، فكه من بعضه عشان يوريك ان هو بحجر. والحجر ده طبعا زي الساعه كده، بتغيره كل مثلا سنتين 3 وهكذا. لكن انا اللي اعمل لك المالتي فك ورباط، بحيث ان انت لما تركب تشوف المالتي بالشكل الجميل. وكده احنا شرحنا عن المالتي كل حاجه. خلينا نشوف الطرف الاخر وتقولوا لنا عملنا الشوق فاخر ولا اي كلام. تعالوا اتفرجوا معايا. وبكده احنا كملنا الحكايه. هنا بعد ما عملنا الحبايه اللي هي اللي احنا خدناها في طار داير مرور والفينش والجوده العاليه، تعالوا نشوفوا احنا بنركب الطاره في العربيه وشكلها هيطلع عامل ازاي. هنا العلامه هي الطاره دايو، الطاره اللي هي اللي انا قلت لكم عليها. تمام. دي بتاعه اللانوس. تعالوا نشوف بقى لما تركب في العربيه. هنا الطاره اللانوس ركبت تمام، والمالتي شغال ومية مية. استنونا طبعا في فيديو جديد وفكره جديده وحل مشكله جديده، والى اللقاء.